كل ما يجري في العالم الآن سببه دعاة الفتنة، دعاة الباطل. والله ما رأينا منذ أن رأيناهم خيرا ما يحصل في بلاد الأمة الإسلامية كافة حينما سفقوا للباطل ففقدوا الأمن في أوطانهم وبلادهم لأنهم استمعوا لدعاة الفتنة. أحدهم هتف وخرج على وسائل الإعلام أن جاهدوا واذهبوا للجهاد، فلما ذهب ابنه، وأعني ما أقول وأقسم بالله أني صادق، فلما ذهب ابنه إلى أحد الدول العربية للجهاد ذهب الداعية ليكلم وزير الخارجية أن يرجع ابنه، كأن أبناء المسلمين رعاع وابنه هو الطاهر المطهر. دعا للجهاد ومانع ابنه. يجتمعون ويأتون بالطائرات على الدرجة الأولى علماء الفتنة ليجتمعوا فيما بينهم عبر وسائل الإعلام، ثم يقولون بوجوب الجهاد وغيره. فلماذا لم تذهبوا؟ فلماذا لم يذهبوا؟ الإسلام ليس أن تقول بل أن تفعل. ولهذا أقسم بالله أني أستحي أن أتكلم بالجهاد لأني لست أهلا له، وهم يتكلمون ويخاطبون ويجمعون واذهبوا للجهاد، وأبناؤهم في أحسن المدارس وأرقى المدارس ويسافرون على الدرجة الأولى من أجل أن يدعوا الناس للجهاد. ففقدوا الأمن في أوطانهم. في البلاد العربية لما حدثت الثورات صفقوا لها، ولما حدثت في بلادهم وقبلتهم التي يذهبون إليها سياحة صمتوا عنها ولم يتكلموا. لماذا؟ إنهم أهل هوى لا أهل دين. فأنت فاسق باسم الدين، وأنت كافر باسم الدين، وأنت دمك حلال باسم الدين، كل شيء صنعوه باسم الدين. فإلى متى؟ إلى متى هكذا؟ سفكوا دماء المسلمين في كل مكان من أجل الفتاوى المزعومة. أحدهم الموظفة ترضع زميلها في العمل تكن ماذا؟ أخته. وآخر يحرم السفر لماذا؟ لوجود المنكر. وآخر يفتي فتاوى تستحي منها الرجال، يستحيون منها الرجال. ألا إن هدم الكعبة، هدم الكعبة التي هي نبراس للمسلمين وقبلة المسلمين وعمدة الإسلام أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم، ثم يراق من أجل عرش، ثم يراق من أجل فتاوى باطلة مزعومة أصحابها همهم الملايين. أولئك الدعاء قبل أن يخرجون على شاشات التلفاز يوقعون بالعقود بالملايين، وأنا وقفت على تلك العقود، وقعوا بالملايين حتى يفتوا ويعلموا للناس دينهم. ثم يجتمع في إحدى الدول العربية ويقول أيها الشباب اذهبوا للجهاد. أين ابنك؟ أين أنت؟ جمعوا دماء أموال المسلمين ونادوا بالتبرعات، ثم بعد ذلك ما وصل شيء للذين تبرعوا لهم. فأين ذهبت؟ أين ذهبت؟ همهم السياسة. وأصبحت منابر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سياسية بحتة. أصبح كل من رجل وداعية يصعد على المنبر ها هنا ويشتم الحاكم يصبح بطلا مغوارا عند أمة الإسلام.